السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا جماعة منورين القناة كالعادة. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة وبيعاني منها ناس كتير، وهي العلاقة بين التغذية والبشرة. لما نقول إن جمال البشرة الحقيقي بيبدأ من التغذية مش من العمليات أو من المكياج، فالكلام ده صح مليون في المية. يعني أنت عشان توصلي لبشرة نضرة وصافية وفي نفس الوقت نقلل ظهور التجاعيد، نعالج مشاكل حب الشباب، كمان نقلل من البقع والتصبغات اللي بتحصل في البشرة، كل ده بيبدأ من التغذية. مجرد عادات بسيطة وشوية فيتامينات ومعادن هنهتم بيهم بأكلنا هينقلوا بشرتنا لمرحلة تانية خالص. في الفيديو ده هنتكلم عن 7 فيتامينات ومعادن أساسيين للبشرة، وهتلاقي إن هم دول الأساس اللي بيبني ويحمي وينور البشرة. ويلا نبدأ. اول واحد هو فيتامين A، وده قوه تجديد البشره. وفيتامين A مهم جدا عشان نمو الخلايا وتجديدها، ومن ضمنها خلايا البشره، وهو اللي بيساعد على تكوين خلايا جلد جديده ويخلي البشره ناعمه ونضره، وكمان بيخلي لون البشره موحد ومشرق، يعني بيشيل اي تصبغات او بقع في البشره. كمان فيتامين A بيدعم وظيفه الغدد الدهنيه، والغدد الدهنيه دي هي المسؤوله عن افراز الزيوت الطبيعيه اللي بتدي ترطيب للبشره. وكمان في عندنا الريتينويدز، ودي مركبات مشتقه من فيتامين A، ودي المسؤوله عن زياده انتاج الكولاجين وبتجدد الخلايا وتقلل التجاعيد. فيتامين A موجود في الجزر والبطاطا الحلوه والمانجو، كمان في الخضار الورقي زي السبانخ والكرنب، وكمان في الكبد ومنتجات الالبان. فيتامين A بناخد بالنا من كميته، لو في حمل لازم نراجع الطبيب، لان زياده فيتامين A ممكن تعمل تشوهات في الجنين. تاني حاجه فيتامين سي، وهو ده محفز الكولاجين ومضاد الاكسده، وده من اقوى مضادات الاكسده اللي بتدوب في الميه، ودوره مهم جدا في حمايه البشره. اولا هو ضروري جدا لتكوين الكولاجين، والكولاجين ده هو البروتين الرئيسي اللي مسؤول عن نعومه البشره ونضارتها. كمان بيحمي خلايا الجلد من الضرر اللي بتسببه الجذور الحره، والجذور الحره دي هي اللي بتسرع الشيخوخه وتسبب التجاعيد والبقع في الجلد. فيتامين سي كمان بيفتح البشره وبيقلل التصبغات والبقع اللي بتظهر من اشعه الشمس، وكمان بيساعد على التئام الجروح بسرعه لانه بيزود من انتاج الكولاجين. فيتامين سي ممكن ناخده من الحمضيات زي البرتقال والليمون والجريب فروت، كمان موجود في التوت وفي الطماطم وفي الفلفل الالوان اللي هو الاحمر والاصفر والبروكلي. تالت فيتامين معانا هو فيتامين اي، وده هو الدرع الواقي للبشره. فيتامين اي من ضمن مضادات الاكسده اللي بتدوب في الميه، وبيشتغل مع فيتامين سي على حمايه البشره ووقايتها عشان يحميها من الشمس ومن التلوث. بيحمي اغشيه الخلايا من التلف، وبيساعد البشره تفضل طريه ونضره. وكمان من ضمن وظائفه انه بيمنع تلف الدهون والبروتينات والاحماض الامينيه اللي موجوده في خلايا الجلد، وده اللي بيخلي البشره تفضل شابه ونضره. موجود في المكسرات والافوكاتو والسبانخ وكمان زيت الزيتون. رابع حاجه البيوتين او فيتامين ب 7، وده بيساعد الجسم في تكسير الجلوكوز والدهون والبروتين، ودي كلها حاجات اساسيه عشان خلايا الجلد تنمو وتتجدد. نقص البيوتين نادر، لكن حتى لو كميته قلت شويه ده هيأثر كتير على صحه البشره. موجود في صفار البيض والمكسرات والبطاطا الحلوه، وكمان في البصل والشوفان. رقم 5 الزنك، وده مرمم البشره ومنظم للالتهابات. الزنك عنصر اساسي وبيشارك في تفاعلات كتير جدا بتحصل في الجسم، مهم للمناعه والتئام الجروح وكمان انقسام الخلايا. وللبشره هو مهم جدا لتكوين الكولاجين والالاستين، ودول اللي بيدوا البشره المرونه والنضاره. كمان الزنك بيقلل الالتهابات، وده بيخليه مفيد جدا في حالات معينه زي حالات حب الشباب مثلا. كمان الزنك بيساعد الانزيمات المسؤوله عن اصلاح البشره وترميمها، يقلل ويعالج مشاكل كتير في الجلد زي الاحمرار والتورم. اغنى مصدر للزنك هو المحار، كمان موجود في اللحوم الحمراء وفي الدواجن، وكمان في العدس والحمص والحبوب الكامله. رقم 6 السيلينيوم، وده مضاد للاكسده وداعم للغده الدرقيه، وبيحمي خلايا الجلد من الضرر اللي بتسببه الجذور الحره. كمان بيساعد الغده الدرقيه انها تشتغل بشكل سليم، وده مهم جدا لان هرمونات الغده الدرقيه بتاثر على البشره. لما بيحصل فيه خلل ممكن يظهر جفاف في الجلد. ممكن ناخده من التونه والسردين، الدواجن، البيض والحبوب الكامله. رقم 7 معانا هو الحديد، وده ناقل الاكسجين لصحه البشره. الحديد مهم جدا عشان ينقل الاكسجين لكل خلايا الجسم، ومن غيره الخلايا ما تقدرش تشتغل بشكل كويس، وهو المكون الرئيسي للهيموجلوبين اللي موجود في كرات الدم الحمراء. لما بيقل الحديد بيحصل تعب وشحوب في البشره، وخصوصا عند السيدات. خلايا الجلد بتحتاج الاكسجين عشان تتجدد. الحديد ممكن ناخده من اللحوم الحمراء ومن الدواجن ومن السمك ومن البقوليات، ومن الافضل ان احنا لما نيجي ناخد حديد ناخد معاه حاجات غنيه بفيتامين سي عشان يزود امتصاص الحديد. وكمان فيتامين سي مهم لصحه البشره زي ما قلنا. رقم 8 الاحماض الدهنيه الاساسيه اللي هي احماض الاوميجا 3، مضاد للالتهاب ومرطب البشره. الاوميجا 3 مش فيتامينات ولا معادن، لكنها دهون اساسيه مهمه جدا لصحه جسمنا بشكل عام، وخصوصا صحه البشره، وعندها خصائص قويه جدا مضاده للالتهابات، ودي بتساعد في علاج مشاكل البشره. الاوميجا 3 بتقوي حاجز الدهون في الجلد، وده بيخلي الجلد رطب وناعم وما بينشفش بسهوله. كمان بتهدي اي تهيج في الجلد، وبتنفع جدا في حالات زي حب الشباب او الاكزيما.
نقص الاحماض الدهنيه الاساسيه زي الاوميجا 3 بيعمل جفاف وتقشر في الجلد. مصادر الاوميجا 3 الاساسيه هي الاسماك الدهنيه زي السلمون والمكاريل والتونه، كمان موجوده في المكسرات وبذور الشيا وزيت بذره الكتان. يعني لو عندك اي مشاكل في البشره او بتعاني من ترهلات او تصبغات او حب شباب او حتى تجاعيد مبكره، اول حاجه تفكري فيها انك تاخدي احتياجاتك من السبعه دول. وافتكري دايما ان الاكل المتوازن والغني بالعناصر اللي احنا قلناها ديت هو الاساس الحقيقي لجمالك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، واكتب لنا في الكومنتات لو بتعاني من اي مشاكل في البشره، وان شاء الله نلاقي لها حل.